السلام عليكم. كاين بزاف ديال الناس كيعجبوهم قصص الخوف اللي عمرها رعب وغموض، وقصة اليوم الغموض أكثر حاجة اللي كاينة في هاد الواقعة. أحداث القصة اليوم بدات عام 1909 ملي تسمعت صرخة طفل أولين توماس. صيحت عالية: عتقوني عتقوني غادي يديوني. هاد الأمر جعل العائلة ديال الطفل تخرج كتجري على برا على أرض اللي كانت كلها بيضة بالثلج. كما المعروف عند النصارى أنهم كيحتفلوا في نهاية العام بعيد كريسماس اللي كيجي في البرد. وصرخة الطفل توماس مسكين كانت كتجي من جهة الفوق، من فوق ريوسهم، يعني من السماء. في عام 1909 اجتمعوا 12 شخص لاحتفال بعيد كريسماس. اجتمعوا في واحد الدار في سفح الجبل اللي كان اسمه بريكون. في ديك النهار كان الثلج كيتساقط بغزارة كبيرة، كان الثلج كيغطي الأرض والجبل اللي اسمه ويلز. كان الجو بارد بزاف على برا، وحتى الريح كانت قوية، وكان الثلج كيضرب في الزجاج ديال الشراجم. كانت واحد العاصفة مجهدة بزاف. أما داخل الدار كانت عائلة توماس مجموعين مع الأصدقاء ديالهم، كانوا مجموعين حول المدفأة. كان الجو عندهم كله فرح وغناء ورقص وأكل وشرب، حيت هاد العيد ضروري يتجمعوا مع الحباب ويحتفلوا ويسهروا حتى الصباح. وفي هاد الأثناء شاركوا مجموعين في غناء أغنية. جدو ديال توماس هو اللي كان كيعزف ألحانها على الهارمونيكا اللي هي آلة نفخ موسيقية. في واحد القنت ديال الدار كان جالس واحد الولد في عمره 11 سنة، أوين توماس. كان مشغول كيقشر البلوط المشوي والقسطال وكياكل، فرحان ومرتاح. كان واحد الجو رائع، كل شي فرحان بهذا الاجتماع العائلي اللي كيكون مرة واحدة في العام، وحتى واحد ما كان عارف اش غادي يوقع. وتتقلب هاد الفرحة الى كابوس، وغادي ترجع هاد الليلة كحلة ومخيفة. كان عيد كريسماس ديال عام 1909 آخر عيد ديال هاد الصبي مسكين. فجأة اختفى إلى الأبد، وحتى حد ما غادي يشوفه من بعد. هنا غادي نرجعوا للشهود الواقعة باش نعرفوا التفاصيل أكثر. كان عدد لا بأس به من الشهود على اختفاء الصبي. من بين الشهود كان هناك رجل الدين، القس والزوجة ديالو، حتى هما كانوا من مدعوين. كان حتى الطبيب البيطاري للمنطقة الجبلية، وكذلك كان حتى التاجر ديال الماشية اللي كان جا من مدينة قريبة. هاد الناس كاملين استجوبوهم الشرطة، على تفاصيل دقيقة اللي وقعت في هاد الليلة. اللي تقلبت إلى حزن على عائلة توماس. ولكن رغم استجواب ما كانش حتى تفسير معقول لهاد الشي اللي وقع. حتى لليوم باقي غموض على هاد الواقعة الغامضة. الناس اللي حضروا لهاد الاحتفال كانوا كلهم معرفة ديال بعض، ومن مدة طويلة كانوا جالسين حول المدفأة كيضحكوا ويغنيوا في جو كله مرح. وحتى الجو قبل الحادثة رجع هادي، والريح نزلت والثلج كان مغطي كل بلاصة. وكانت هاد الليلة مظلمة وما فيهاش النجوم. حتى لهاد الوقت كل شي مزيان حتى وصلت 11 الليل. الأب قال لولدو باش يخرج يعمر الماء من البير اللي كان في الساحة اللورانية ديال الدار. ملي خرج توماس بعد 20 ثانية فقط سمعوا الصوت الصبي كيطلب المساعدة بالجهد. ملي سمعوا الغوات ديالو كل شي خرجوا كيجريو للباب اللوراني، وكان في المقدمة ديالهم الأب ديالو. أمور الأب كان القسيس مباشرة وهز واحد المصباح في يدو باش يضوي المكان اللي كان كله ثلج، وكان مستوى ديال الثلج طالع على الأرض. والصدمة كانت الساحة خاوية، لا أثار لتوماس إلا واحد الصوت ماجي من الفوق. صرخة الصبي كتعاود، كلشي تخلع ولاو كاملين كيرجفوا. وهنايا اتفقوا باش يتفرقوا يقلبوا على الولد.
ولكن الصرخات كانت كتجي من الفوق، والسما كانت كحلة وحتى حاجة ما كتبان. كلشي رجع كيدور في بلاصتو وراسو الفوق كيشوف في السما كحلة. الصوت غادي وكيبعد، والصبي مسكين كان عالم به غير الله. من بعد دقايق الصوت غادي وكيقلل حتى اختفى تماما. عائلته والضياف بقاو شحال هما مسمرين في بلايصهم، غلبتهم الحيرة والصدمة اللي كانت قوية. اما السطال لقاوه مرمي جنب البير، مور ما تختفت اثار ديال الزطمات ديال توماس بمسافة قليلة. العائلة قلبوا حتى عياو وهما يرجعوا للدار من بعد ما فقدوا الامل والحيلة. من بعد ما دقت اجراس العيد قام القس بالصلاة للصبي باش الله ينجيه من اي مكروه. ولما صبح الحال بلغوا البوليس ديال المدينة المجاورة رايدر. من بعد ما التحقوا البوليس لعين المكان اللي اختفى فيه توماس، تفقدوا اخر خطوات واثار اللي خلى قبل الاختفاء. من بعد ما لاحظوا السطال مرمي قلبوا البير بالخطاف، خافوا يكون توماس طاح في وسط البير. الا كان طاح في البير باش ينتشلوا الجثه ديالو، لكن البير ما فيه حتى شي اثر ديال الصبي. قلبوا مزيان في المحيط ديال الدار بدقه كبيره وما خلاو حتى شي قنت، واستجوبوا الشهود كتر من مره. ومن بعد هاد الجهد كامل ما لقاو حتى شي تفسير لهاد الاختفاء اللي جا من السما. كان استنتاج ديال البحث اللي قامت به الشرطه ان اثر الصبي كانت واضحه على الثلج، وان الاثر ديالو ما واصلينش للبير، ان توماس كان ماشي عادي في اتجاه البير، ما دارش لا يمين لا شمال. توماس شي حاجه هزاتو من الارض للفوق، وحتى واحد ما عارف شكون هز توماس. هاد العام جديد بالنسبه لاسره توماس اللي كانت كتعيش في هاد الدار اللي في وسط الجبل، دخلت عليهم السنه بواحد الحزن كبير والحيره. ورغم هاد الشي كامل باقي عندهم الامل باش يلقاو ولدهم اللي اختفى بهاد الطريقه العجيبه. توماس كان مولف كل مره يخرج يعمر الماء من البير بالليل والنهار، ولكن هاد المره علاش ما رجعش؟ شكون داه؟ كلشي كيتساءل شكون اللي هز توماس؟ واش من الجن ولا شبح ولا شي مخلوق كيطير؟ هاد عملية الخطف حسبتها الشرطة خارقة للطبيعة، حيت صرخات توماس كانت كتجي من فوق ريوس العائلة والضياف ديالهم اللي خرجوا يقلبوا عليه ويشوفوا اش وقع لتوماس. خصوصا ديك الليلة كانت العاصفة، وحتى المنطاد ديال السياحة كانوا كلهم حابسين حيت العاصفة والأمطار كانت قوية، والمطار حتى هو كان ملغي الرحلات ديال ديك النهار. وخلاصة الأمر ما كانش حتى شي تفسير لهذا الاختفاء. هاد القصة بقات غامضة ومخيفة في نفس الوقت. شحال من واحد كما كنقولوا بالدارجة تقول بالعات والأرض، أما في قصة توماس غادي نقولوا بالعات والسما، حيت كاين أشخاص اللي خرجوا سواء في الغابة ولا في البحر ولا في الجبل وما رجعوش وما لقاوش الآثار ديالهم، سواء تحت الأرض ولا فوق الأرض، وما كانش حتى شي آثار على أنهم واش عايشين واش ميتين. قصة غادي تجيكم بحال شي أسطورة، ولكن هي قصة حقيقية تبعوا عليها بزاف ديال الناس، وحتى البحث كان طويل في هذا الملف من طرف البوليس. ما تنساوش لايك وتعطيونا آراءكم في هذه القصة الغامضة. إلى اللقاء في قصة جديدة.